مجرد قرد، إنما كان أنيس أمير المؤمنين يا أمير. أبو قيس كان أقرب صديق له. إنها لرزية عظمى. كيف رحل الفقيد أبو قيس إلى رحمة الله؟ حضرتكم تعلمون أن أبا قيس كان فارسا ماهرا، وفي إحدى مباريات الفروسية سقط عن الفرس ومات. لكن القرائن والظواهر يا أمير كلها تدل على أن خائنا ما أرخى حزام الفرس ليقتل أبا قيس. هل وجدوا المتهم؟ وهل أقر بجريمته؟ لقد ألقوا القبض على بعض المتهمين، ولكن لم يقروا بعد بجريمتهم. أبو قيس كان فارسا بارعا لا يقل شأنا عن أي فارس، ومن غير المقبول أن يكون قد سقط عن الفرس لذاته. إما أن يكون أحدهم قد قام برخي حزام السرج، أو أنهم لم يحكموا الحزام عمدا ليسقط المرحوم. أغلق فمك يا غبي. إذا اقتلعوا أظافرهم سوف يعترفون. وعلى كل حال، ليخفف الله ألم هذه الرزية على الخليفة وجميع الموالين له إن شاء الله. يا ابن حريث. نعم أيها الأمير. خذوا قاصد الخليفة الحزين وضيفوه ضيافة تنسيه آلام السفر والمصيبة. أيها القاصد، أنت متعب وعليك أن ترتاح. عد إلي بعد غد لكي تأخذ جواب كتاب الخليفة المفدى. نعم سيدي. كفاك أيها الأبله، لنرى ماذا جاء في كتابه. ابن الزبير أعلن علينا